بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. أوقات بنسمع جملة أنا الشخص ده ما بحبوش كده لله في لله، أو العكس، أنا بحب فلان ده لله في لله. طيب، ولما بتيجي تسأل أنت ليه ما بتحبش فلان ده، يقول ما حصلش بيني وبينه حاجة تخليني أكرهه، بس أنا ما فيش قبول بيني وبينه، ما بحبوش. لكن هو على المستوى الشخصي انت ممكن تلاقيه حد طيب وحد محترم وحد كويس جدا. ولما يقعد بقى بينه وبين نفسه الشخص اللي قاعد يقول ما بحبش فلان ده ويركز كده، يحس ان هو ظلمه. هو عمره ما اذاني، عمره ما ضايقني، ولا عمره ما جرحني. طب انا بكرهه ليه؟ ولا حتى عمري ما شفت عليه اي تصرفات وحشة، او بيجهر بمعصية، او بيرتكب اي ذنب. فانا من جوايا يبقى ايه السبب اللي يخليني ما احبوش؟ وهنا نتكلم عن المحبة في الله. الناس اللي بتحب بعضها زي ما بنقول كده بلغتنا الدارجة العامية لله في لله، المحبة في الله، دول ربنا بيظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. تخيل لما انت تكون بتحب واحد لله فقط، مفيش بينك وبينه اي مصلحة، ولا بتكنله اي مشاعر وحشة، تكون مع الناس اللي ربنا هيظلهم تحت عرشه يوم لا ظل الا ظله. وللأسف في الفترة الأخيرة دي بقينا بنشوف أسوأ ما بين الناس، مبررة وغير مبررة. تلاقي الناس بتقسو على بعضها وهي في عز غضبها وتقول أصل الدنيا مش مريحة حد، أنا فيا اللي مكفيني. طب ما انت لو قعدت مع نفسك دقيقتين 3 كده واستغفرت وبصيت على طريقة التعامل اللي انت بتتعاملها مع الناس بقسوة، هتلاقي ملهاش سبب، او حتى لو ليها سبب من وجهة نظرك شايفه جوهري، المفروض ان انت تبصله وتقول الدنيا مش مستاهلة اصلا ان احنا نكره بعض او نبغض بعض، وتقول اصلا انا ببغضه في الله. ربنا ما بيحبش الناس تكون بتبغض بعضها فيه، ولكن بيحب ان هم يحبوا بعض فيه، علشان يظلهم بظله يوم لا ظل الا ظله. هنتكلم النهاردة عن المحبة في الله. يا ترى بتكون ازاي، وايه اثرها، وازاي احنا كمسلمين يعني نخليها ما بيننا وفي اوسطنا المحبة دي كبيرة وموجودة. مع مين؟ مع ضيوفنا اللي مشرفينا ومنورينا في الاستوديو فليفرحوا، فضيلة الشيخ والدكتور محمد الناهي، استاذ الشريعة في جامعة المعالي. اهلا وسهلا بيك. حفظكم الله وبقاكم. اهلا بيك. حفظ الله الجميع. امين يا رب العالمين. وفضيلة الشيخ ايمن خميس، الداعية الاسلامي. اهلا وسهلا بيك فضيلة الشيخ. الله يشفيك استاذ ندى واستاذ مجاهين جميعا، وان شاء الله نكون يعني من المتحبين في الله باذن الله جميعا. إن احبكم جميعا في الله يا رب. ونحن ايضا فضيلة الشيخ وكل مشاهدينا ومتابعينا، ربنا يجعلنا من المتحابين في الله يا رب العالمين. طيب فضيلة الشيخ، زي ما كنت بقول كده في المقدمة، في ناس تقول والله انا فلان ده ما بحبوش لله في لله، لكن لما يجي يقعد مع نفسه كده يلاقي الراجل طيب جدا، ما عملوش اي حاجة، ولا ضايقه ولا زعله ولا اي حاجة، ويقول ايه، لا انا ايه هقعد يعني اراجع نفسي وعايز ان انا يبقى في محبة بيني وبينه خالصة لوجه الله. ايه بقى مظاهر المحبة الخالصة لوجه الله ما بين المسلمين؟ يا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. بداية لا بد أن يكون هناك معايير لكل شيء. معايير، سواء الحب في الله، سواء البغض في الله، سواء التعامل مع الناس، سواء أخذ كل محمل لقول أو فعل على محمل حسن الظن. الأمور دي لابد أن تكون معايير تعاد على المؤمن كل فترة، وكل إنسان يراجع مع نفسه، يقعد مع نفسه كده ويرجعها ويهذبها من جديد. قد يكون مفيش زي ما بيقولوا إيه استلطاف بين واحد والتاني، يقول لك يعني إيه، يقول لك أصل الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنافر منها اختلف. ده أمر طبيعي موجود في البشر. ولكن معيار الحب في الله هو المعيار الذي يرتقي بك إلى المعالي. لأن أوثق عرى الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أنك تحب هذا المسلم، هذا المؤمن، هذا الموحد لطاعته، لقربه من الله، لعمله الصالحات، تحبه في الله عز وجل. لأن الحديث، طبعا الحديث
اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. طالما كانوا على طاعة فهم مجتمعون على المحبة في الله. لو أي واحد فيهم التاني حتى لو كان بيحبه في الله اختلف، ذل العياذ بالله، يعني ابتعد عن طريق الله، بدأ يحارب الله ورسوله، يبقى هنا لابد من المفاصلة، لابد من الانتقال من الحب في الله بعد أن يوصيه بالنصيحة ويتابعه ويحاول أن يرده وأبى واتجه إلى اتجاهه الذي اتجه إليه، فلا بد أن يكون البغض في الله. نضرب مثال، هناك شابان مثلا في الجامعة كان يحفظان القرآن منذ كان صغيران، ثم كبرا، ثم دخل الجامعة، ثم انطلق حتى ألحد أحدهما، وحاول في نصيحته مرة واثنان وثلاثة وعشرة ورفض، وأخذ يدعو إلى الإلحاد. هذا موجود على فكرة في الواقع. وأخذ يدعو إلى الإلحاد، فيقول هو أنا متربي معاه، أنا طالع معاه، ده احنا قرايب، ده احنا حبايب، فأنا مهما عمل أنا أحبه في الله. لا، ليس هذا المعيار. تحبه ما دام على طاعة الله، تبغضه إن حارب الله عز وجل ورسوله وضل عن طريق الله عز وجل، سواء كان ارتد أو غير ذلك من الأمور. لذلك الحب في الله هي أوثق عرى الإيمان، والمتحابون في الله عز وجل على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. يعني النبيون نفسهم يا سلام، على منابر من نور يوم القيامة. لذلك نقول لمن يريد الآخرة ويسعى لها سعيها، عليك بالحب في الله، فإنها من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب فضيلة الدكتور محمد، في ناس بتتساءل ايه أهمية المحبة في الله؟ ايه اللي هيعود عليا لو انا بحب شخص، او على الاقل في علاقة ما بيننا طيبة، مفيش بيننا فيها اي مصالح او اي حاجة على الاطلاق غير ان هي محبة خالصة؟ ايه اللي هيعود عليا؟ ايه اللي انا هستفيده في الدنيا وبرضه هستفيده في الاخرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أولا وقبل كل شيء أسأل الله أن ينزع من قلوبنا الغل والحسد والكراهية والبغضاء، وأن يجعلنا أخوة متحابين، إنه على كل شيء قدير. نحن إذا نظرنا إلى العواقب، لأن الأمور بالعواقب، ما هو الآثار المترتبة على فعل هذا الشيء. أنا لما أنظر للمحبة في الأرض، أنا لما أحب هذا الشخص، هل سيبادر الشر منه؟ أولا سأكتفي شره، وأولا أني أحببت هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى. وهناك ميزان حقيقي أن تحبه، يعني حبا ليس فيه مصلحة دنيوية. يعني مش أحببته من أجل شيء من أمور الدنيا، فإذا انتهت هذه المصلحة انتهى هذا الحب، وهذا فهم خاطئ. يعني أحب هذا الشخص والله من أجل أني سأستفيد منه جانب مثلا وساطة في دولة، أو جانب مالي سأستفيد منه، أو سينفعني يوما ما. هذه يزوله الإنسان، وتزول المحبة بزوال هذه الأشياء. لكن أنا أحب هذا الشخص لله سبحانه وتعالى، حبي له خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا من أجل مصلحة، ولكن من أجل أن يأخذ بيدي إلى الآخرة، يعينني على طاعة في الدنيا. والله كلما نظرت إليه وذكرته ذكرني بالآخرة. هذا هو الأساس يعني في المحبة. ولذلك هناك ميزان حقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم حين يضعه صلى الله عليه وسلم، ووضع الميزان أن تحب له ما تحبه لنفسك. ميزان، يعني هذا الحب أن تحب له ما تحبه لنفسك. ما هو الشيء الذي تحبه أنت لنفسك؟ هل تحب لنفسك الخير؟ هل تحب لنفسك السعادة؟ هل تحب لنفسك الغنى؟ هل تحب لنفسك عدم البلاء والأمراض والأوبئة وإلى غير ذلك؟ أم أنك تحب لنفسك التعاسة والشقاوة والمرض والابتلاءات؟ لن تحب لنفسك إلا الخير، لن تحب لنفسك إلا الرقي والنجاح وعدم الفشل. فهل وصل بك الحال
لأن تحب لصديقك هذا أو لمن ادعيت حبه مثل ما تحبه لنفسك من الخير والصلاح والنجاح في الحياة الدنيا والرقي وعدم الابتلاءات وإلى غير ذلك من الأشياء. فلذلك هذا هو ميزان حقيقي في وجه الأرض. تتذكر المآل الأخروي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين بمجرد أني أحببت فلانا جعلت الله سبحانه وتعالى يوجب محبته لنا، ينادي في أهل الأرض أحبوه. أن الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا جعلنا من أحاديث آتي إليه. الله سبحانه وتعالى إذا تحب الإنسان قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث قال وجبت محبتي للمتحابين فيها للمتزاورين فيها. انظر أنت الآن بمجرد المحبة ما هو المال الذي تعطيه لصديقك هذا؟ ما هي المصلحة التي تعطيه من أمور الدنيا؟ أنت أوجبت محبة الله لك. فإذا أوجبت محبة الله لك انظر ماذا يقول الله لجبريل عليه السلام. قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أمين الوحي جبريل عليه السلام. قال فإذا أحبه جبريل ينادي في أهل السماء، وأهل السماء ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، 7 سماوات. ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. قال فيحبه من في السماء. تخيلي محبة الله لك ومحبة جبريل أمين الوحي ومحبة أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. يا الله انظر هذا الفضل العظيم المترتب. أنت إذا كان هذا أخوك الذي تحبه تبخل عليه بمجرد مصلحة أو تبخل عليه بمجرد منفعة تستطيعها أنت، لأن أمشي مع أخي هذا في مصلحة من أمور خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أوجبت محبة الله لك، أوجبت محبة جبريل عليه السلام، أوجبت محبة أهل السماء، ووضع لك القبول في الأرض. ماذا تريد من أمور الدنيا؟ بالضبط. ماذا تريد من هذا؟ أنا عاوز إيه أكتر من أيضاً إحنا كعباد في الدنيا وفي الآخرة؟ نعم. أيضا إذا أوجبت محبة الله سبحانه وتعالى هناك شيئا آخر. نحن الآن لما نلاحظ الرؤساء والملوك حولهم حاشية، وهذه الحاشية مقربة. قد ربما أنا إذا أردت شيئا سأنظر في هذه الحاشية فلان والله ما شاء الله ممكن تنفعني في شيء عند هذا لأنه حاشية، أحب أصحاب الحاشية. فكيف بالله سبحانه وتعالى وكيف بعرش الرحمن حين يكون حول عرش الرحمن منابر من نور. هذه المنابر من نور قال عليهم أقواما لباسهم من نور وجوههم من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. نبي من الأنبياء، تخيلي نبي مقام سامي يغبط صاحب هذه المكانة، يغبط صاحب هذه المكانة وهذا المنبر. يعني فالصحابة قالوا يا نبي الله صفهم لنا، من هؤلاء الذي يغبطهم الأنبياء؟ من هؤلاء الذي يغبطهم الشهداء؟ من هؤلاء الذين في المقام الأعلى وهم حول عرش الرحمن؟ يعني انظر في هذا المقام الأسمى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من؟ المتحابين في الله والمتزاورين في الله. يعني يزور إنسانا لله وفي الله ليس له أي مصلحة، فيبعث الله ملك لهذا الشخص الذي زار فلان. وهو قلة الآن التواصل الاجتماعي قليلة من يزور إنسان. قد ربما تأتي أنا بدي أزورك، بيكتفوا دلوقتي أصبحت مصالح. أيوة أو رسالة على الواتساب أصبحت الآن مصالح. فلان ممكن أزورك والله مشغول. أنت لما تنظر إلى الأثر المترتب، لما تزور هذا الشخص الله سبحانه وتعالى يوجب محبتك. قال لماذا تزوره؟ هل لك له مصلحة؟ قال لا، ولكني أحببته في الله فيوجب محبة الله سبحانه وتعالى له. تمام. هذا الأمر. طيب أيضا احنا تحدثنا عن بعض الأمور في الدنيا وتحدثنا عن بعض الأمور في الآخرة، وهي قلت جملة يعني رائعة جدا. يعني ماذا تريد بعد كل هذا؟ محبة الله في الدنيا ومحبة الله في الآخرة. وإذا أحبك الله لن يعذبك الله. أكيد الله سبحانه وتعالى لو حب عبد إن شاء الله تعالى لا يعذبه، وإن شاء الله ندخل بمحبة الله سبحانه وتعالى الجنة. فضيلة الشيخ أيمن، إحنا في الفترة دي بقينا بنشوف شوية فرقة وبغضاء، وللأسف الفرقة دي ما بقتش ما بين مثلا زملاء أو جيران أو كده، ده دخلت حتى ما بين الإخوات وبعضهم وبين الأم وأولادها والأب وأولاده. المحبة في الله إزاي هتخلينا نتجنب الفرقة والقسوة والتعصب ما بين الناس؟ المتحابون في الله ينظرون دائما إلى الآخرة، لا ينظرون إلى الدنيا.
بالنسبة للدنيا عندهم أقل عندهم من جناح بعوضة كما عند الله عز وجل، لأنهم عرفوا جزاءهم في الآخرة الجنة، رضا الله والجنة. حتى في الغاية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. الرضا من الله عز وجل لا تأتي إلا من محبته، والجنة تأتي بعد رضا الله عز وجل، يعني الجنة درجة تانية بعد رضا الله عز وجل. ونعوذ بك من سخطك والنار. لذلك نقول أن من نظر إلى الآخرة ونظر إلى ما عند الله عز وجل هتهون عليه كل ما دون ذلك. الخناق على الورث، الخناقة على إنه قطعة رحم، الخناقة مع زوج الأخت، الخناقة مع الأم ومع الأب علشان لعاعة من الدنيا ستزول. الآن كما تكلمنا في الحلقة الماضية عن الزلازل وعن البراكين، كل تساوى، أصحاب المليارات مع أصحاب الملاليم، وكل اللي بتخانقوا عليه اترمى ذهب ودولارات وكله، والأولاد اتدفنوا والمال اتدفن، ولم يبقى إلا ما عمل وما صنع. فلا يبقى في الدنيا إلا محبة الله عز وجل والأخوة في الله عز وجل ومحبة الخلق. إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قيل لبعض الصحابة، قال إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لذلك نقول قولا أخيرا أن ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض. اللهم اجعلنا من المتحبين في الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر فضيلة الشيخ أيمن خميس الداعية الإسلامي على وجودك معنا، وفضيلة الدكتور محمد الناهي أستاذ الشريعة في جامعة المعالي على وجودكم معنا، شرفتونا ونورتونا. ولكل مشاهدينا ومتابعينا ربنا يجعلنا من المتحبين في الله. انسوا المصالح الدنيا وفعلا بصوا للآخرة، وبصوا للي هينفعنا في الدنيا وينفعنا في الآخرة، هي محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله لا يعذبه الله أبدا. إن شاء الله يكون موعده الجنة بإذن الله. ربنا يجعلنا من المتحبين في الله، وإحنا من خلال قناة فليفرحوا فنحن نحبكم في الله، ونشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.